ازيكم؟ انا جاي النهارده اعمل مشاكل واخبط في بعض الثوابت. انا عندي صديق شاب صغير كده عنده 25 27 سنه و... وشغال وطالع عينيه، وبيحب بنوته جميله عندها 24 سنه، والبنت بتحبه وعايشين قصه حب لطيفه بقالهم تقريبا 3 سنين. فانا بقول له يا ابن الحلال ما تتجوز وخلص بقى. يقول لي لا ده لسه بدري. بدري ايه يا عم؟ قال لي لا ده 5 6 سنين قبل ما نخلص. الراجل بيقول لي قدامه 5 6 سنين. ليه يا عم؟ قال لي انا محتاج عشان اتجوز محتاج حوالي 200 الف جنيه. وهو شغال في وظيفة تقريبا بيعمل 6000 جنيه في الشهر، وبعد مصاريفه ومواصلاته واكله وشربه بيزيد له بتاع 2000 جنيه. معناته عايز له 100 شهر علشان يعمل 200 الف جنيه. وعلى الجانب الآخر البنت أبوها متوفي، وهي اللي بتصرف على نفسها، وهي لازم هي اللي تجهز نفسها، ومحتاجة طبعا غسالة وبوتاجاز وعبايات فمحتاجة حوالي برضو 200 ألف جنيه 180 ألف جنيه حاجة في الرينج ده كده. وهي شغالة بتوفر حوالي 1000 وشوية 2000، فمحتاجة لها برضو كام؟ حوالي 100 شهر. 100 شهر يعملوا كام يا معلم؟ احنا بنتكلم تقريبا على 10 سنين بأسعار اليومين دول، واحنا عارفين الأسعار عندنا ايه بتزيد كل يوم. يعني ممكن بعد سنتين ثلاثة بعد ما يحوش مبلغ محترم يجي يجيب الحاجات اللي كان حاططها عنده في الخطة، يتلاقي الأسعار اتغيرت، فبيحتاج يشتغل تاني ويفضل في اللعنة اللي هي العجلة اللي ملهاش نهاية. فأنا بتكلم عن الفكرة دي بقى كنموذج موجود دلوقتي في مصر. دلوقتي الحالة في مصر الناس تقريبا بتاكل وتشرب بالعافية. فكرة إن الشاب يتجوز دلوقتي بقت حلم صعب المنال. لو انت جبت ورقة وقلم دلوقتي وحسبت الجوازة بتتكلف كام، وشبكة ومهر والتفاصيل دي كلها، وأوضة نوم وأوضة مش عارف ايه وروح دمياط وجيب وعبي ودهب والكلام ده كله، شاب عادي دخله بيكون 5 6 آلاف جنيه في الشهر، 7000 جنيه 8000 جنيه 10000 جنيه في الشهر. احسبها معاه كده بياكل ايه وبيشرب ايه، هيتجوز امتى؟ طيب انا هعمل هبل خالص واقول له ليه ما تروحش تخبط على بابها وتكلم ابوها تقول له انا عايز اتجوز البنت دي؟ هيقول لك معاك كام مش معاك كام؟ تقول له لا انا عايز اتجوزها، انا معيش اي شيء، بس انا عايز اتجوزها، انا بحب بنتك وعايز اتجوزها. واحنا بدل ما نشتغل 7 8 سنين عشان نعمل شقة او عشان نجهز ونعمل الكلام من ده، ايه المانع ان احنا نتجوز ونجهز نفسنا براحتنا، نشتغل مع بعض، ويبقى احنا بدل ما احنا عايشين بالعيشة الصعبة دي، وبنسرق البوسة مرة وبنسرق مسكة ايد مرة وبنعمل حرام وبنعمل حاجة تخالف المجتمع وتخالف الحلال والحرام والكلام من ده. طب ما يا عم نتجوز. انا طبعا متفهم الزاوية اللي الاب بيشوف الموضوع منها، زاوية ان انا ادي بنتي الواحد ما عندوش ولكن دلوقتي محدش عنده غير الاغنياء بس، الناس المستورة الاسباب، يا اما مثلا اهله اغنياء، يا اما ظروفه انه معاه فلوس باي شكل من الاشكال. فاحنا كده بنحتكر الزواج على الاغنياء بس، او على الناس اللي بتسافر بره. فانا لو عندي بنت اجوزها لواحد جنبي موجود قدام عينيا ويبقى عايش مع بنتي ليل مع نهار ومستمتعين ببعض وعايشين الحياة سوا وبيربوا أطفالهم سوا، صح العيشة مش هتبقى أحسن حاجة بس هو ده المتاح. ولا جوزها الواحد بيشتغل بيسافر سنة ويجي يقعد أسبوع. طيب خلينا بقى نخش في الثوابت بقى. ايه حكايه اوض نوم واوض سفره واوض بتاع، وايه حكايه ذهب ومهر؟ مين اللي اخترع الحاجات دي كلها؟ انت عارف ان من حوالي 100 سنه 200 سنه ما كانش فيه الكلام ده كله، والمهر كانت حاجات رمزيه كلها. يعني المهر والذهب والكلام من ده حاجات رمزيه، والاهم ان هي بتخضع للقدره الماليه للعريس. ولكن في ال20 سنه الاخرانيين، ال20 سنه بس الاخرانيين، او نقول ال30 سنه الاخيره، حصل شيء غريب جدا، ان بقت الناس لازم تشتري زي بعض. يعني لو واحد غني مثلا جايب لبنته اجهزه وكلام من ده ب200 الف جنيه، يجي الفقير اللي مش لاقي ياكل لازم يتداين ولازم يستلف ولازم يدبر نفسه عشان يجيب نفس الشيء. عشان ايه؟ عشان الناس تقول علينا ايه؟ يعني احنا مش عايزين بنتنا تبقى مش عارف وتخش دار العيله مثلا وحماتها تقول لها يلا ابوكي ما اجيب لك. ايه الجنان ده؟ انا في صديق ليا مثلا عنده 3 بنات، وهو الراجل على قد حاله. ده هيكفي 3 بنات يجوزهم ازاي؟ في شباب كتير اعرفهم مستحيل يتجوزوا بالمنطق كده. امسك ورقه وقلم كده واحسب كده، هو مستحيل يتجوز، هو خلاص فقد الامل. عمال بيسالني ايه الطريقه الحلوه اللي الواحد يمارس بيها العاده السريه. طب الواحد خلاص هو اقلم نفسه ومستقبله على العاده السريه. يا جماعه حرام، الافكار دي كلها غلط وافكار مجنونه وملهاش علاقه باي منطق. هنا في امريكا اعظم اقتصاد في العالم واغلى مرتبات واحسن، الناس بتتجوز من غير اي حاجه.
عارف لما بتشوف في الفيديوهات لما واحد بينزل على ركبته كده وبيعمل الخاتم ده، هو كده اتجوز، مفيش اي حاجه تانية. هو كده بياخدها وبيروح المحكمه، بيسموها هنا محكمه او المدينه او كده او المجلس المحلي او زي ما تقول، بيروح في 5 دقايق بيتجوز وبياخدها ويروح كده اتجوزوا. هل الناس دي مجانين واحنا اللي شاطرين واحنا اللي واعيين؟ هيجي واحد يقول لي انت في برج عاجي بقى وقاعد في امريكا وجاي تنظر علينا وما تعرفش العيشه هنا وما تعرفش النظام انا يا حبيبي متجوز ب6000 وكسور. انا متجوز جوازتي كلها اوضه نوم وانتريه وتشطيب شقه ودهانات شقه، والله العظيم عملته بحوالي 7000 جنيه ماكسيموم يعني. انا كان معايا منهم 3 4 واستلفت الباقي بأقل تكلفة ممكنة، ومتجوز في شقة والله ما كملت 30 متر. أيوة شقة اسمها شقة، أنا مسميها شقة، ما هي شقة فيها أوضتين وصالة وحمام ومطبخ، هي اسمها كده، بس والله ما كملت 30 متر. أنت متخيل 30 متر دي يعني إيه؟ يعني أوضة 5 في 6. أيوة الأوضة ال5 في 6 دي بقى أنا عملتها شقة، وأنا طويل وكبير وكده فبمشي خبط في الحيطان في كل حتة، مفيش مساحة. كان واحد بينط من المطبخ يخش الحمام في خطوتين وهكذا، فكان البيت كله 3 4 خطوات يعني. المهم، فانا مش بنظر عليك، انا عايز اقولك ان ينفع الناس تتجوز من غير الدوشه دي كلها. يا جماعه الشباب تعبان، وبقى دلوقتي في افلام اباحيه وفي انترنت وفي بلاوي زرقاء والشباب مش متجوز، فعايزين نبدا نلغي التفاصيل دي كلها. اللي عايز يتجوز يروح يتجوز، المعترض يعترض على ايه؟ انا صراحه ما اعرفش الاعتراض، يعني اكتبوا لنا في التعليقات اللي عنده اعتراض يكتبوا ضد اللي انا بقوله ده، بيحس ان احنا نتناقش فيه برضه ونوصل لحل منطقي. هتيجي تقول لي بقى طب ما كده كله هيتجوز، وانت ايه اللي يزعلك لما كله يتجوز؟ وانت عايز بس اللي يتجوز؟ هتيجي تقول لي بقى الصيع كل الناس لها حق تتجوز، الصايع والبلطجي والمؤدب والدكتور والمهندس، الناس لها كلها لها حق تتجوز. هتقول لي طب ما لو الجواز سهل كده الدنيا هتبوظ. يعني الحلال الدنيا تبوظ لو الحلال بقى منتشر وسايب الحرام كله ينتشر؟ في شباب دلوقتي بقى بيظبط نفسه على الحرام، يعني بيعمل في الراتب بتاعه كده اخر الشهر بيعمل له مشوار حرام، بيدفع مثلا 300 400 جنيه كل شهر وخلاص، ما عندوش حل تاني. ما هو الحلال بقى مستحيل، فهيبقى لا حلال ولا حرام ان نموت الراجل بقى. فاحنا بنخاف من المجتمع، بنخاف من كلام الناس. لعنة الله على المجتمع. مجتمع ايه اللي يعمل في الناس كده؟ المجتمع ده بيدمر نفسه بنفسه. يعني الست الكبيرة تخاف تتجوز عشان المجتمع، الست اللي جوزها مطلع عينيها وعايزة تتطلق تخاف عشان المجتمع، الست اللي اتطلقت تتدمر عشان المجتمع، الست اللي جوزها مات تخاف تتجوز عشان المجتمع. في يا جماعة ده المجتمع ده شيء بشع، احنا بس اللي عندنا مجتمع بالشكل الصعب ده. فايه المانع الدنيا تبقى سهله؟ ايه اللي يحصل بقى؟ هيقول لك اللي يتجوز سهل بيبيع سهل. يا سيدي اللي يتجوز يكتب على نفسه، بيسموه ايه اللي بيندفع لما الناس بتطلق، المؤخر، بيتكتب ويكتب عليه مبلغ كبير عشان برضه ما يبقاش الموضوع لعبه، عشان هو لما يتجوز ما يجيش يطلق يعني في يوم وليله. مع ان بالمنطق هو لو عايز يطلق انا هرغمه ليه انه يقعد مع بنتي؟ بس انا همشي معاك وهقول ماشي خلاص، يعني هو لو عايز يطلق يبقى عليه يكتب على نفسه ورق ويكتب على نفسه حاجات من اللي بتتكتب دي، بحيث ان يبقى فيه نوع من الجديه. وانت كابو العروسه توفر على نفس اللاجات وغسالات والدنيا، مش محتاجين الكلام ده كله. الشاب الجميل ده عايز الشابه الجميله دي بس يقعدوا في شقه بسيطه، اوضه وصاله، شقه اوضه وصاله بس، ويحطوا مرتبه على الارض وتلاجه صغيره، تلاجه مكتب مثلا او حاجه وبوتاجاز. مش عايزين اكتر من كده. انا عايز افهم ايه اللي يحصل لو الناس كل الشباب يتجوز، يعني كل من عدى مثلا ال20 سنه وعايز يتجوز يروح يتجوز. ايه المشكله؟ البنات بقت تعبانه. انا بتكلم ده والله من كميه الرسائل اللي بتوصل عندي من البنات عندها 25 سنه و28 سنه و30 سنه وما بيتجوزوش. هيتجوزوا مين يتجوزهم؟ والبنات بقت دلوقتي بتسال عن العاده السريه، اعمل العاده السريه ازاي، طب اتخلص من الشهوه اللي عندي ازاي حرام يا جماعه، ده كله ضد الانسانيه. ارجوكم بقى ما تخافوش من المجتمع، وافتحوا الباب للشباب الجميل دوت، على الاقل يعني يبقى طافح الدم 14 ساعه شغل وبياخد له مرتب مش عارف 3 4 5000 جنيه ما تجوزوا. جوزوا يا عم، روح البيت تلاقي واحده مستنيه لابسه له هدمه حلوه وبتبتسم له وعامله له شويه فول، لان مش عارف يجيب لحمه، شويه فول سخنين ولا شويه. في يا جماعه
اتناقشوا يا جماعه، اتناقشوا مع بناتكم. يعني اسال بنتك تقبلي تتجوزي جوازه زي كده، لو هي تقبل اهلا وسهلا، انت ايه اللي مزعلك؟ هتشيل حمل من على كتافك. ويا سيدي برضو اختار، يعني مش بقول لك كل واحد بقى يجي يخبط عليك تديله بنتك، لا خالص، اختار نفس اختياراتك. ان في حد شاب محترم متدين عارف ربنا اخلاقه كويسه، تعالى يا عم اتكل على الله، ربنا يبارك لكم وربنا يسعدكم. ايه المشكله؟ واحترازا ممكن ناجل الخلف مثلا سنتين او 3 لغايه اما الناس ظروفها تتحسن، لان في الحاله الماديه دي طبعا صعب الناس تخلف وصعب تخش في الدوامه دي كلها. الصح واضح يا جماعه، انا مش جاي انظر عليك وجاي اختار عليك العجله، لا، هو الصح واضح. نسهل الجواز على الشباب التعبان ده اللي عمره ما يتجوز بالشروط والمقاييس بتاع المجتمع الفاشل ده. إن الشباب ده عمره ما يتجوز، احنا هنجوزه الشباب ده. ايه اللي يزعلنا؟ انهم لو اتجوزوا انه ممكن يطلق بسرعه، هنكتب عليه ورق ونكتب عليه مش عارف مؤخر ايه وقايمه ايه وقعده ايه والكلام ده كله. ايه تاني؟ ممكن يخلفوا بقى ويملوا البلد عيال بقى ومش، والظروف والاقتصاد. يا سيدي لا، هنعمل شروط برضو ان الست تاخد وسيله او البنت تاخد وسيله وكلام من ده، وان شاء الله ما فيش خلف الا سنتين 3 او اكتر، لغايه اما نستقر ويبقى عندنا مكان كويس ونقدر نتحمل مسؤوليه طفل جديد. بس انا لما يبقى عندي 3 بنات في البيت وعمالين يكبروا ما فيش حد بيجي لهم، ومستني اللي يجي بقى يجيب لي شبكه مش عارف ايه ومهر ايه ويدفع لي ايه، بالمنطق كده خلي 3 عيال 3 بنات عندك مرميين الرميه دي عشان انت منتظر حد بالقياسات والمواصفات الاجتماعيه الفاشله اللي احنا. المانع ان ال3 يتجوزوا من بكره للشباب حلوين، مش بقول لك روح بيعهم في سوق النخاسه، يعني مش عايزين حد يزايد علينا، انا كلامي واضح. شاب حلو شغال معاه في الشغل في الوظيفه اللي هي شغاله فيها، او حد من الحاره احنا عارفينه، او حد من المنطقه، شاب ابن حلال بس الظروف مش مظبطه معاه وبيحب البنت وانت عارف اللي عينه من البنت، فخلاص تعالى يا عم اتكلوا على الله. عايزين ايه؟ مأذون و2 شهود وشويه طبل وشويه زمر، خلصت القصه. حلال حلال اهو. والله الموضوع سهل جدا يا جماعه، والله هو كده، هو الموضوع كده. يعني واحد بيحب واحده وعايز ياخدها تعيش معاه، ينفع ياخدها كده؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان حرام. طب نخليها حلال ازاي؟ بنجيب الراجل ابو طاقيه اللي بنسميه المأذون ومعاه كتاب كده بيكتب ورقتين 3 وفي 2 3 شهود وشويه عصير وناس بتطبل وتزمر، خلاص بقت حلال. وينفع ياخدها يروح بيها؟ ياخدها يا عم يروح بيها. وانت تزعل ان بنتك تروح مع شاب حلوة روش جميل كده، تروح تعيش معاه وتجيب لك حفيد كمان 2 3 او كمان 5 سنين على اتفاقنا، كمان 5 سنين حفيد حلو شبهك كده واخد من جيناتك الحلوة ديت. ايه اللي يزعلك في كده؟ ولو العروسة معترضة انا هكلم العروسة، يا ستي تقعدي، يعني انت بالغه مثلا، بالغه وانت عندك مثلا 13 سنه ونفسك برضو تعيشي زي الحاجات تعيشي الحاجات اللي بتسمعي عنها والاغاني بتاع حمائي والحاجات دي، عايزه تعيشيها بقى، هتعيشيها في الحرام بقى وتروحي تقابلي الولد مش عارف فين وكلام الفارغ دوت، ولا يجيلك الشاب الحلو دوت ياخدك وسيبك بقى من الذهب وسيبك من الكلام ده كله. الشاب حليوه وابن حلال، وان شاء الله تبني بيتكم سوا وتبني اسره سعيده سوا. كده احسن لك ولا هتقعدي لغايه ال30 ولا ال35 نسبه الخلف او فرصتك في الخلف بتقل كل ما الواحده بتكبر، واحتياجاتك برضو انت يعني انت انسان برضو محتاجه حد يحس بيكي، حد يحتويكي، حد يحتضنك نفسيا وجسديا. فما تصعبيش الامور، ربما الامور تصعب اكتر وبعد كده لما يوصل بيكي سن ال30 ترجعي تقولي يا ريتني كنت سمعت كلام الراجل الطيب ده واتجوزت وانا عندي 23 سنه او 25 سنه. الذهب ما بيعملش السعاده ولا بيرجع الزمن. الفلوس المهر والكلام ده كله مش علامه ان الراجل شريكي، ده علامه ان هو معاه فلوس بس، لكن فكره انه شريكي دي الفلوس ما بتشتريش بني ادمين، انت اغلى من انك تقيمي بذهب او فلوس. وفكره انه اللي يتجوز رخيص هيبيع رخيص ده كلام فارغ. هو لو حبك وانت حبتيه هيفديكي بدمه، ولو ما حبكيش لو دافع فيكي فلوس الدنيا برضه هيرميكي. يلا نحاول نبدأ نكسر الكلام الفارغ ده. الذهب والياقوت والمرجان عراي احمد موسى، الذهب والياقوت والمرجان ده كله كلام فارغ، وده مش علامة حب ومش علامة حد شاري حد، دي علامة فلوس، ناس بس معاها فلوس. فأرجو إن حد ياخد الكلام ده على محمل الجد ويحاول يطبقه عشان يستر بنته وعلشان يعف شاب. وأتمنى للجميع السعادة والهناء.